نفسي ابقى مستثمر بس خايف من الخطوه وحاسس اني محتاج فلوس كتير. لا ما تقلقش، الاستثمار اسهل من ما انت متخيل. طب انا محتاج كام عشان ابدا؟ الحقيقة مفيش رقم معين، لكن اللي أقدر أقوله لك إنك ما ينفعش تستثمر بكل الفلوس اللي معاك. الصح في البداية إنك تستثمر بحوالي 20 ل 30% من الفلوس اللي معاك، وده هيخليك تبدأ بهدوء ويكون عندك مساحة تتحرك فيها وتتعلم لو حصل أي دروب. وطبعا ضروري يكون معاك فلوس للطوارئ. كمان لازم تزود استثماراتك مع الوقت. ابدأ بمبلغ صغير وزود استثماراتك بالتدريج، يعني حاول تقلل من المصروفات اللي مش ضرورية كل شهر علشان توفر مبلغ للاستثمار من غير ما تأثر على مصاريفك الأساسية. يعني مثلا لو دخلك الشهري 10000 جنيه، حاول تخصص من 2000 ل 2500 جنيه للاستثمار، ومع الوقت هتلاقي نفسك قدرت انك توفر مبلغ كويس علشان الاستثمار. واهم حاجة هنا التنويع، ما هو انت مش عارف هتبقى شاطر في ايه. طيب ايه افضل استثمار تبدأ بيه؟ عندك حاجات كتيرة قوي. ممكن تشتري ذهب او فضة بمبلغ صغير وتنساهم، لان ده استثمار طويل الاجل ومفيد. وممكن تحط فلوسك في صناديق استثمار او صندوق مؤشر البورصة EDX 30، ده بيوفر لك تنوع ويقلل المخاطر. ولو عندك بقى استعداد للمخاطرة ممكن تستثمر في شركة ستارت اب، بس ده بيحتاج معرفة بالسوق والمشاريع. خلي بالك طويل، لان الاستثمار بياخد وقت علشان يحقق ارباح، فما تستعجلش على المكاسب. وكمان لازم تحدد نسبة المخاطرة اللي هتناسبك وما تعديهاش، وحاول دايما تراقب استثماراتك بانتظام وتقيم ادائها، وراجع خطتك بشكل دوري، ولو لقيتها محتاجة تغيير غيرها. واخر حاجة قبل ما تستثمر اتعلم، اقرا كتب، شوف فيديوهات، واسأل الخبراء، وخلي بالك ان الاستثمار الناجح مبني على المعرفة والفهم. قولي بقى ايه اللي انت مستنيه علشان تبدأ استثمار؟